الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. راح أحاول في هذا الفيديو أتناول موضوع أعتقد أنه مهم، يعني فيما يتعلق بالمسائل الإعلامية وتقييم الأوضاع أو الحالات أو الظواهر السياسية استنادا على المعطى الإعلامي. معلوم أنه المؤسسات الرسمية تخضع في أي دولة، المؤسسات الإعلامية الرسمية أو شبه الرسمية تخضع لإدارة الدولة، ما يعني يتعلق بمصالح البلاد ومصالح الدولة وأمن الدولة تتقدم يعني في سلم الأولويات في ما يخص التناول الإعلامي، سواء كان هذا الإعلام إعلام رسمي أو شبه رسمي أو إعلام موازي أو إعلام مستفيد من النظام الحاكم ومحسوب أو يحسب نفسه على المعارضة، أو يعني ينسب إلى نفسه صفة الاستقلالية. إجمالا في دولة مثل تركيا، في دولة يعني مع وجود الهامش الذي يتضاءل بمعية حزب العدالة والتنمية، الهامش الإعلامي اللي كان موجود في الحكومات على زمن الحكومات السابقة يتضاءل. إجمالا الإعلام في فترة ما قبل حزب العدالة والتنمية وفي فترة حزب العدالة والتنمية وحتى لاحقا أيضا في تركيا سيبقى هنالك يعني في سلم الأولويات أولوية الدولة ومصالح الدولة وأمن البلاد والأمن القومي وهالقصص. يعني شو هي أولويات الأمن القومي فيما يتعلق بموضوع ديمقراطية، موضوع الأقليات، صح غلط؟ يعني إن هن بيشوفوا إنه محاربة الأكراد في الأرجنتين هي أولوية قومية، هاي بالنسبة لهم يعني صحيح هي بالضد من الوعي الوطني والوعي الديمقراطي أو السلوك الديمقراطي السوي والسلوك الوطني السوي، لكن هذه هي أولوياتهم. نحن لا نناقشهم في ترتيب أولوياتهم وانعكاس ذلك على الموضوع. نحن نحاول أن نشرح لكي نفهم هذا الموضوع وهذا المفهوم أو هذا الفهم للعملية الإعلامية في تركيا. أعتقد أنه للمتابع عن كثب للمشهد التركي معلوم ومعروف بهذا الخصوص. هذا الأسلوب من التناول الإعلامي انعكس حتى على أداء الإعلام المعارض، يعني وإعلام يشبه الإعلام التركي يوازيه في الشدة ويعاكسه في الاتجاه، وأحيانا يعني يتغلب على الإعلام التركي فيما يتعلق بمسائل الفبركة والتضليل وتشويه وتضليل الحقائق. يعني مناسبة هذا الكلام تصريح أنا أدليته لصحيفة تركيا، وهي صحيفة تتبع مؤسسة تيجي تجارتا أو ذات ميل إسلامي، لكن هي ليست يعني مقربة من ميلي جورش، مقربة من المتبقي من حزب الرفاه الإسلامي اللي أسسه نجم الدين أربكان. إجمالا كل الأحزاب يسارية، علمانية، قومية، ليبرالية، يمين وسط، يمين متطرف، يسار وسط، يسار متطرف، كل هالتنويعات هي تفاصيل عندها أولوية واحدة، تشترك في أولوية واحدة، هي مسألة الدولة. يعني الأمن القومي والدولة العميقة والدولة التركية وسيادة العنصر التركي، هذا الجانب القومي الفاشي متغلغل في كل الأوساط الإعلامية. لكن هل يمنع هذا التوصيف أنه الواحد يقاطع هذا الإعلام؟ طبعا لا، طبعا لا، بدليل يعني كل لنأخذ حزب العمال الكردستاني نموذجا لحاليا يشيطن الإعلام التركي وكل من يدلي بتصريح أو يكتب في الإعلام التركي على أنه يعني صار عميل للدولة وصار تابع للدولة. قياسا على هذا تقييم أنه كل من يدلي بتصريح أو يكتب مقالا في الصحافة التركية على أنه عميل لهذه الدولة ويتبع سياسات هذه الدولة، ويعني قياسا على هذا التقييم
المضلل والكاذب، والذي يلقى شيوعا ورواجا في المستويات المتدنية من الوعي والاتجاهات والتيارات الشعبوية. قياسا على هذا الموضوع، فيظهر لدينا زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، الذي يعني في الثمانينات كان يعني شو بدي أقول لكم، يعني مجرد خبر عن الحزب ينشر في الصحافة التركية كان يلقى صدى وترحيبا إيجابيا. الصحفيين الأتراك وقتها اللي كانوا بيشتغلوا في صحف يعني جمهوريات ومليات والصحافة التركية التابعة للدولة والممولة بالدولة كانت تأتي إلى مخيم البقاع اللبناني، وأوجلان كان يستقبلهم على الرحب والسعة ويدلي بتصريحات للصحافة، ولم يقاطع حتى هذه اللحظة. حتى في فترة تواجده في أوروبا، وأحيانا صحفيين أتراك كانوا يأتوا إلى هنا إلى دندرلي وإلى مقر تلفزيون التابع لحزب العمال الكردستاني، ومن هناك يعني يطرحون أسئلة على قيادات الحزب، سواء عبد الله أوجلان أو قيادات الحزب الأخرى الموجودة في معاقلهم في مناطق قنديل وزاب. إجمالا حتى هدب يعني نور صلاح الدين دمرتاش، كل قيادات الهدب لهم يعني تصريحات ومقابلات ومقالات في الصحافة التركية. هم لم يقاطعوا الصحافة التركية إطلاقا اطلاقا. والصحفيين الاتراك مش بس هيك، يعني الصحفيين الاتراك كانوا يعني يذهبون الى جبال قنديل، وحتى فتره قريبه يعني كانوا يذهبون الى جبال قنديل، وحزب العمال يستقبلهم ويدلي بتصريحات في هذه. حزب العمال الكردستاني كان بامكانه ان يقاطع هذه الصحافه ويقول انتم تابعون للدوله، وانا على صراع مسلح ومواجهه مسلحه مع الدوله، وبالتالي لن استقبلكم ولن ادلي بتصريحات لكم. الحزب لم يفعل ذلك. طيب لماذا أنصار الحزب وقيادات الحزب تتيح يعني، وإعلام الحزب والشعبويين اللي بيشتغلوا على لدى الحزب أو من في حكمهم ومن في حكم، لماذا تثور ثائرتهم عندما يرون كاتبا أو سياسيا، مثلا سياسي في الأنكسة أو في الحزب الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني أو أي حزب أو أي مثقف أو أي باحث كردي يدلي بتصريح للصحافة التركية، تثور ثائرتهم وتبدأ ماكينة التضليل والتشهير والتشويه والتشنيع على أنه هذا خدمة للميت التركي وخدمة. يعني إذا كان كاتب مثل هوشان جوسيلي نفترض يعني بتصريح أو بتصريحين للصحافة التركية فيما يتعلق بالموضوع الكردي، فيما يتعلق بنقد حزب العمال الكردستاني، هو عميل للدولة التركية، فماذا نقول عن أوجلان وقيادات حزبه وقيادات هذا حزب الشعوب الديمقراطي وكل البرلمانيين الموالين لحزب العمال الكردستاني الذين يعني يتهافتون على الصحافة التركية؟ ماذا نقول عن هؤلاء؟ مش بس هيك، يعني هؤلاء من السذاجة والبلاهة والغباء أحيانا، يعني لا يقيمون الأمور، لا يقلبونها على وجهها. كل برلمانيين الموالين لحزب العمال الكردستاني من سنة 91، من ليلى زانا عندما أقسمت في البرلمان التركي، وحتى آخر برلمان من البرلمانيين الموجودين حاليا، الكل أقسم بالقسم المعتمد في البرلمان التركي، وهو حماية الدولة، وقسما بالمبادئ الأتاتوركية وحماية المبادئ الأتاتوركية وكل هذه التفاصيل. إذن قياسا بهذا القسم وحماية الدولة ومصالح الدولة وأمن الدولة وكل هالقصص التي يعني أقسم بها برلمانيون موالون لحزب العمال الكردستاني تحت قبة البرلمان، وحسنا، وهذا من طباع الأمور. طيب هذا القسم فيما يتعلق بخدمة الدولة وحماية الدولة وأمن الدولة وهوية الدولة في البرلمان التركي، هذا القسم يعني إن وضعناه في ميزان وتصريح لهوشان جوسي في ميزان، أيهما أثقل في هذا الخصوص؟ إذا كان هذا تصريح لصحيفة تركية أو لصحيفة تركيا يعني وفق منطقهم وشرعهم وفقههم في القضايا الوطنية خيانة ومروق وكذا، فماذا نقول عن قسم البرلمانيين الكرد الموالين لحزب العمال الكردستاني في قبة البرلمان التركي؟ ماذا نقول عن هذا التصريح؟
ليلى زانا في 91 بعد إدلائها القسم باللغة التركية، باللغة التركية، اعتراض الأتراك على ماذا كان كانت حاطة شكله بألوان العلم الكردي على شعرها الأحمر والأخضر والأصفر. وفي البداية وفي نهاية هذا القسم، وموجود يعني في اليوتيوب، اللي من يود أن يبحث يعني ويدقق في مفردات ذلك القسم وحتى يومنا هذا يعني. وهي أقسمت مرة أخرى تحت قبة البرلمان التركي مرتين ليلى زانا. وربما يعني إجمالا القسم كان بالتركي، وكان قسما بالمبادئ الاتاتوركيه وبالدستور التركي وبحمايه كل هذه التفاصيل. هي اختتمت في سنه 90 91 اختتمت قسمها بانه بجمله بالكرديه انه هذا القسم ادليت به لخدمه الشعبين الكردي والتركي. هاي العباره اللي هي ليست جزءا من القسم، هي اجتهاد منها باللغه الكرديه قالتها ليلى زانا في تلك السنة، وكانت يعني ثورة، ويعني ترتب على ذلك ما ترتب. إجمالا النص الحرفي للقسم في البرلمان التركي لمن يود وللباحثين أن يعودوا إلى هذا النص الحرفي وتفاصيله سابقا وحاليا، وهل طرأت عليه تطورات أو تعديلات. في المجمل هو حماية الدولة، وقسما بمبادئ أتاتورك، وقسما بدستور الدولة، وبالشرف، وعلى أن يحمي كل التفاصيل هي كلها. يحمي من؟ الدولة التركية. بموجب ماذا؟ بموجب الدستور التركي. هذا الدستور ماذا يفعل؟ ينكر الأكراد، ينكر الشعب الكردي. يعني بكل هذه التفاصيل هي أساسيات قسم برلماني حزب العمال الكردستاني داخل البرلمان التركي. بيجوا بيحكوا عن كاتب كردي أو باحث أو سياسي كردي أدلى بتصريح لصحيفة كردية، عفوا لصحيفة تركية، على أنه عمالة وخيانة وتبدأ ماكينة التشنيع والتضليل والتشويه بهذا الخصوص. يعني إذا عناصر ومؤيدوه والموالين لحزب العمال الكردستاني هم آخر من يتحدث عن طبيعة الإعلام التركي والتضليل وتشويه وتشنيع من يدلي بتصريحات للإعلام الكردي. هذا أولا. اثنين، طيب هلا آمنا بالله الإعلام التركي مضلل ومشوه وكذا وكذا، وهذا يعني لا من يقول هذا الكلام كأن كمن يفسر الماء بالماء، يعني هذا مش كشف، يعني هاي مسألة اثنين ما بيختلفوا عليها. طيب ماذا عن إعلام حزب العمال الكردستاني؟ إذا كان الإعلام الكردي ليس مصدرا يعتد به فيما يتعلق بتناول حزب كردي أو شأن كردي أو واقع كردي في الموزمبيق، في الفلبين، في نيكاراغوا، في أي مكان. طيب هل حزب العمال الكردستاني من حيث المهنية والمصداقية إعلام يعتد به في تناول الشأن التركي؟ هذا أيضا سؤال. طبعا قولا واحدا إطلاقا حزب العمال الكردستاني وإعلامه إطلاقا ليس مصدرا يعتد به فيما يتعلق استقاء المعلومة أو الرأي والتحليل في القضايا والشؤون التركية. هذا الإعلام ليس مصدرا يعتد به وموثوق فيما يتعلق بالشأن الكردي، ليس فقط في الشأن التركي وإنما في الشأن الكردي، لأنه إعلام كاذب، إعلام مضلل، إعلام مشوه، إعلام حزبي إلى يعني أبعد درجات الانغلاق. الإعلام الكردي في مجمله إعلام حزبي، لكنني وهذه أقولها بشهادة، يعني أنا انتقدت الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي في إعلامه. الناس تأتي إلى الجزيرة، قناة الجزيرة القطرية، وبينتقدوا الأمير القطري وبينتقدوا قطر وبيحكوا اللي بيحكوه على الجزيرة القطرية، قناة الجزيرة. هذا ليس مديحا يعني، إنما توصيف حال. لكن هل يمكن لأحد على ظهر البسيطة أن ينتقد عبد الله أوجلان أو جميل بايك في إعلام حزب العمال الكردستاني المقروء والمسموع والمرئي؟
هل من أحد يمكنه أن ينتقد هذا الحزب في إعلامه؟ أنا في سنة 2009 كنت ملاحق ومتواري عن الأنظار في دمشق. اتصل بي جوان ديار من القامشلي وهو يسمعني الآن، يعني اتصل بي وأنا مؤيد ومساند لحزب العمال الكردستاني. انتقدت هذا الحزب في هذا الإعلام، وهو يفترض أنه إعلامي، أنا من جزء من المنظومة الإعلامية لهذا الحزب. هذا الحزب اتخذ بحقي قرارا يعرفه حسين كوشر ويعرفه ديار جوان ويعرفه صالح مسلم. طلبوا من صاحب البيت الله يذكره بالخير أبو إيفان طردي من البيت. ليش؟ لأن أنا انتقدت الحزب. أين انتقدته؟ انتقدته في إعلام الحزب. وما كذا كانت طبيعة الانتقاد. قلت وقت ذاك، فليأتي ديار جوان من القامشلي ويقول أن هذا الكلام ليس صحيحا. انتقدت الحزب فيما يتعلق بالعلاقة مع نظام الأسد، بهذا الخصوص أنه حزب العمال الكردستاني في انتفاضة 12 آذار أو بذكرى 12 آذار لا يصدر تلك البيانات المنددة بحق النظام السوري في ذلك الوقت في 2009، لا يصدر، وهذا محل نقد. ورغم أنه هذا النظام يعتقل المؤيدين والموالين لحزب العمال الكردستاني وقت ذاك، وأنا متواري عن الأنظار في دمر، مشروع دمر في غرفة لدى يعني إنسان وطني كردي كان مؤيد لحزب العمال الكردستاني، وحاليا ترك، يعني ابتعد عن الحزب وعاد إلى قريته في منطقة ديرك. وقت ذاك تصرفوا معي بهذا السلوك المشين. أنا صديقهم ومؤيد لهم وداعم لهم وملاحق من المخابرات السورية بسببهم، لأنني انتقدت الحزب. وعلى قناة الحزب طلبوا من صاحب البيت أن أطرده. صاحب البيت قال لهم أنه وشنغوسي هذا أنتم اللي جبتوه لعندي، وهذا شخص ملاحق وصحفي، ولا رفض تنفيذ أوامرهم. فرحت أنا لعند وطني تاني، شخص تاني اسمه أبو مندو، كمان يعني شخصية وطنية معروفة، كانت معروفة يعني في وادي المشاريع. بقيت 3-4 أيام ثم غادرت إلى مكان آخر لحين هروبي إلى تركيا ومالي. مقصدي من هذا الكلام، يستحيل على أحد من أنصار ومؤيدي، ومش بس أنصار ومؤيدي، من المختلفين مع حزب العمال الكردستاني أن ينتقدوا هذا الحزب في إعلامه. أنا انتقدت الديمقراطي الكردستاني في إعلام الديمقراطي الكردستاني. هذا كنوع من المقاربة، لكن هذا ليس مديح لإعلام الديمقراطي الكردستاني. أنا صار لي يمكن أكثر من 2 لا عم شارك ببرامج التلفزة، لا روداو ولا كردستان 24، يعني أقل أو في ما ينوف عن 2 لا أشارك فيها إلا البرامج. وأصلا يعني قناة مثل أورينت من 2014 2015 أنا مقاطع هذه القناة يعني، ولم أشارك فيها. والمقاطعة كانت معروفة، ويعني ما حطيت كاميرا وعم سجل حالي وشوفوني ما أحلاني وأنا أغادر البث المباشر لقناة أورينت. لا، مش هيك، يعني مش بهالأسلوب الاستعراضي والمسرحي والافتعال والتصنع، لا، بشكل مكتوب. وانتقدت هاي القناة على صحيفة الحياة. ومش بس هيك يعني، واتصلوا عشرات المرات حتى بعد انتقال استديوهاتهم إلى تركيا، اتصلوا بي لكي أشارك. رفضت المشاركة في هذه القناة الإعلامية. مقصدي من هذا الكلام أنه فيما يتعلق بالقضايا الإعلامية، فيما يتعلق بالتناول الإعلامي، إذا كان الإعلام التركي لا يعتد به قراطا، فإعلام حزب العمال الكردستاني لا يعتد به 24 قراط. هذه نقطة يعني سلمنا بها. 2، لكن هذا لا يعني أن يقاطع الإنسان الإعلام التركي، لا، يقول رأيه. وما أدليت به لصحيفة تركيا هو عبارة عن مقال رأي
مقال رأي كتبته فيما يتعلق بتركيا وإيران وبينهما حزب العمال الكردستاني. الفكرة الرئيسية في هذا المقال، والصحفي حوله إلى حوار صحفي، أنه الأتراك، أنتم أيها الأتراك، أنتم نجحتم في اعتقال عبد الله أوجلان، لماذا أنتم فاشلون في اعتقال جميل بايك؟ هل التدابير الاحترازية التي يتخذها جميل بايك أقوى من تدابير أوجلان؟ لماذا أنتم فاشلون في اعتقال جميل بايك دوران كان حتى الآن؟ لماذا؟ في أغسطس 2011 اعتقلت السلطات الإيرانية مراد قرايلان. لماذا تركيا لم تطالب إيران بتسليم مراد قرايلان؟ تركيا من وتعلم حق العلم، متيقنة حق اليقين من دعم إيران لحزب العمال الكردستاني من الثمانينات، منذ مطلع الثمانينات وحتى هذه اللحظة. لماذا تركيا لا تضغط على إيران لكي توقف أو دعم حزب العمال الكردستاني كما فعلت مع نظام حافظ الأسد، وأجبرته على توقيع اتفاقية أضنا وطرد أوجلان من دمشق؟ ما هذا السر الذي يبقي تركيا عاجزة مقيدة اللسان واليدين أمام إيران فيما يتعلق بدعم حزب العمال الكردستاني؟ هذه الأسئلة. يعني الجيش التركي مستعد أن غزا عفرين ويريد أن يغزو القامشلي بسبب حزب العمال الكردستاني. طيب إذا حزب العمال الكردستاني أعلن الكانتونات في مهابات وفي كرمانشاه وفي أورميا وفي كردستان إيران، هل تركيا ستغزو هذه المدن الكردية الإيرانية بسبب حزب العمال الكردستاني؟ سؤال. هذا المقال الرأيي وهذه الأسئلة التي تستهدف تركيا في الصميم كتبتها في مقال رأي وأرسلتها لهذا الكاتب، ويبدو أنه هيئة التحرير أو كذا حذف هذه الانتقادات لتركيا، والإشارة يبدو أنه هيئة التحرير حذفت هذه الانتقادات التي تستهدف تركيا وفي هذا، وتحرك أسئلة لم يتناولها الإعلام التركي سابقا. حذفوها وأخذوا ما يلزمهم وما يهمهم فيما يتعلق بأنه فكرة الكانتونات هي فكرة إيرانية، يعني فكرة تحييد كرد سوريا وتسليمهم بعض المناطق. وكان هنالك أيضا توصيات وأوامر من أوجلان أيضا، كلها موثق ضمن هذا المقال وسأنشره لاحقا. يعني هم أخذوا ما يريدون وما يهمهم ونشروه باللغة التركية. أيمن عبد النور صاحب رئيس تحرير موقع كلنا شركاء وصاحب الموقع نشر على تويتر هذا الخبر، طبعا بمعلومة يعني ليست صحيحة، قام بتصحيحها مشكورا يعني السيد أيمن عبد النور. وهل تصريح هذا أثار في حزب العمال الكردستاني والموالين له ومن يسيرون في ركبه أو من يودون تقديم أوراق اعتمادهم لدى هذا الحزب، أثارت التصريح ثائرتهم وبدأوا حملات التشنيع والتشويه والشتم والطعن والتشكيك والتخوين، وهذه من عادات وتقاليد حزب العمال الكردستاني. هذه المعمعة من التطبيل والتزميل والتشويه طبعا ضالع فيها الكثير من الكتاب والصحفيين والمثقفين بمستويات، يعني مستويات طبعا في مجمله يعني هل سلوك من ألفه إلى يائه من أقصاه إلى أدناه سلوك رخيص وتافه ومبتذل. يعني خاصة عندما أعرف أنه من كتاب كانوا فيما مضى يتباهون بأن الإعلام التركي يعيد يترجم ويعيد نشر مقالاتهم في هذا الخصوص. مقصدي من هذا الفيديو أنه أكرر هذه الفكرة، أنه آخر من يتحدث عن صلاحية الإعلام التركي هو إعلام حزب العمال الكردستاني أو من يصير في ركاب هذا الحزب. إذا كان كل من يدلي بتصريح للإعلام التركي فهو خائن قراطا، فإن قيادات حزب العمال الكردستاني وفق هذا التقييم وفق هذا المعيار هم أيضا خونة 24 قراط. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.